السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم بأسماء الجندي. كل سنة وانتم طيبين. الناس كلها النهاردة بتعمل محشي وبط، وانا اللي بعمل ايه؟ فتة ولحمة ضاني. تعالوا اما اقول لكم بقى، احنا عملنا احلى صينية فتة كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم في منتهى الجمال. لو اول مرة بتشوفيني اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو. طبعا يا جماعة الفتة دي اكلة مصرية كده اصيلة، وبيطلع طعمها في منتهى الجمال. هي لها شوية كده تكات بسيطة علشان يطلع معاكي احلى صينية فتة. اول حاجة كده معايا لحمة ضاني يا جماعة، واللحمة الضاني مختلفة عن اللحمة التانية تماما. لازم بنغسلها غسيل كويس جدا لانها بتبقى نسبة الزفارة فيها عالية. تمام. طبعا انا هجيب طبق وهفضي اللحمه دي كده وهعصر عليها ليمونه كبيره ومعلقه ملح، وامسكي دعكيها ضحكه كويسه، وبعد كده اشطفيها تحت الحنفيه بميه، وسيبيها في المصفى تصفى من ميتها تماما لحد ما نشوف الخطوه اللي بعد كده. عصرت الليمون زي ما انتم شايفين كده، هضيف لها معلقه ملح كبيره، وابتدي دعكيها كويس علشان زي ما بقولك بتبقى نسبه زفرتها عاليه. تمام. ضفنا الملح، ابتدي بقى كده ادعكها كويس بالملح والليمون، وبعد كده بقى اخدها تحت الحنفيه اشطفها شطفه كويسه جدا واسيبها في المصفى تصفى. تمام. معايا بقى كده يا جماعه حله كده فاضيه على النار، ما فيهاش اي ماده دهنيه اطلاقا زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تسخني الحله كويس جدا، وانزلي بقى باللحمه دي علشان تديها تشويحه. تمام. ودهونها كده تنزل منها، يبقى ما تضيفيش اي ماده دهنيه خالص، هي فيها دهون والدهون دي طبيعي لما بتتشوح هتنزل. انزلي بكميه اللحمه، واهم حاجه النار بتاعتك تكون عاليه علشان اللحمه ما تنزلش ميتها. طبعا دي بهارات لحمه يا جماعه صحيحه كده، بنجيبها من عند العطار، ومكوناتها ورق لورا، وكمان قرفه وكباب صيني وفلفل حب اسود، وكمان روزماري وزر ورد. يعني انت بتجيبها من عند العطار هو بيشكلها لك. نزلت بيها على اللحمه كده، وكمان نزلت ببصلايه، وكمان نزلت بحبايه من الطماطم، ولو في جزر كمان انزلي بجزرايه. تمام. وشوحيهم كده لحد ما ياخدوا من طعم بعض، يكون جنبك ميه بتغلي وزوديها ميه بتغلي زي ما انت شايفه. تمام. الخطوة دي مهمة جدا. ظهر عندك أي رمش ليه، وبعد كده ضيفي الملح لأنها سنها صغير، وغطيها وعلى نار هادية وسيبيها تكمل سواها. تعالوا بقى على ما اللحمة تستوي يا جماعة، تعالوا نحمص العيش معانا، ودي أهم حاجة. إن لازم كده نجيب معلقة سمنة بلدي كده، ونرششها على العيش، ونغلف العيش كله بالسمنة البلدي. تمام. وندخله بقى الفرن يا جماعة يتحمص كده على نار هادية خالص لحد ما يقرمش معانا ويبقى حلو. تمام. حمصيه في الفرن افضل من انك تقليه في زيت كده على البوتاجاز، لان طبعا يا جماعه هياخد كميه زيت كتيره وهيبقى تقيل قوي. فانت يا اما بتضيفي له السمنه البلدي بيبقى افضل وبيدي طعم وريحه في منتهى الجمال. هدخله بقى الفرن بقى يتحمص براحته على ما نعمل الصلصه بقى بتاعه الفته. معايا حله ونزلت بمعلقه سمنه كبيره، وكمان معلقتين توم كبار. هنديهم تشويحه كده لحد ما يبقى لونهم دهبي فاتح كده هوت، زي ما انتوا شايفين، وتشموا الريحه بتاعته الحلوه. نكون بقى مجهزين معلقتين من الخل، ما تكتريش الخل علشان ما يديكيش طعم لازح في الصلصة. تمام. على حسب كمية الطماطم اللي انت هتعمليها. انا ضفت معلقتين خل، ونديهم طشة كده، ونشم بقى الريحة، وبعد كده نضيف الصلصة بتاعتنا. تمام. اهم حاجة ما تغمقيش التوم علشان ما يديكيش طعم مرارة. كل الاضافات اللي هنضيفها على الصلصة: نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة ناشفة، وكمان نص معلقة فلفل اسود، ورشة من السكر، وظبطي الملح، واعملي حسابك ان الشوربة اللي هنزود بها الصلصة دي فيها ملح. تمام. نسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها لحد ما نشوف الخطوة اللي بعد كده. وكمان يا جماعة هضيف لها ورقتين من اللورة، بيدوها ريحة حلوة جدا. وبجد بقى ريحة الصلصة كانت قلبة الدنيا، وريحتها في منتهى الجمال. احلى شوية صلصة لاحلى صينية فتة. تعالوا بقى اما نعمل بقى الرز يا جماعة. طبعا الصلصة بتتسبك واللحمة هدية عليها تستوي براحتها. تعالوا بقى نعمل الرز. والرز يا جماعة بتاع الفتة يعني سمنة بلدي، معلقة سمنة كبيرة كده هوت حلوة بلدي. وننزل بقى بالرز اللي احنا غاسلينه ومصفينه، ونديله تشويحة كويسة قوي لحد ما كل حبات الرز تتغلف بالسمنة البلدي اللي معانا. ويكون جنبنا في الوقت ده هو ميه بتغلي علشان نزوده ميه بتغلي، علشان الرز يطلع كده يا جماعه
مستوي كده وطري وشكله حلو كده هوت معاكي ومفلفل كمان، مش طري يعني معجن، بس ايه، يبقى حلو معاكي. تمام. هنضيف الملح برضو ونرجع نشوحه كده هوت زي ما انتوا شايفين. وزي ما بقول لكم الرز يا جماعه يعني سمنه بلدي، ما تضيفيش زيت، ضيفي سمنه بلدي بجد بتخليه طعمه حلو. وكمان بقى لو انت عايزه تظبطيه اكتر، لو كوبايه لبن كمان مع الميه بتخلي الرز ده في منتهى الجمال. تمام. شوحي كده. وبعد كده بقى ايه، نزوده بقى الميه اللي بتغلي علشان تسرع من عمليه السوى، وعلشان الرز يطلع معاكي مفلفل كده وشكله حلو وطعمه في منتهى الجمال. قلبي بقى وغطي لحد ما يغلي ويتشرب الميه، وبعدين تهدي عليه لحد ما يكمل سواه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. ادي اللحمه بتاعتنا خلاص يا جماعه. كده بقى ايه، هي ما استوتش قوي يعني، لسه لها إيه ربع تسويه كده وتبقى كملت سواها. طب هنعمل ايه؟ طبعا هشيلها بقى من الشوربه بتاعتها دي خالص. هنشوف بقى الخطوه اللي هنعملها فيها علشان تطلع لحمه كده اكنك شويها على الفحم. هنشيلها بقى كلها كده من الشوربة، والشوربة بتاعتها اللهم بارك لونها في منتهى الجمال، وكانت ريحتها قلب الدنيا. اهم حاجة ضيفي البهارات بتاعتك صحيحة زي ما هي، علشان الشوربة بتاعتك ما تاخدش لون غامق قوي. تمام. طبعا هي لسه لها حاجة بسيطة خالص وتبقى مستوية معانا دايبة. وهقول لكم ليه انا ما سويتهاش سوا كامل في الشوربة. طلعنا اللحمة بتاعتنا من الشوربة، هنديها رشة بهارات كده مطحونة، بهارات لحمة، وهنديها رشة فلفل اسود ورشة ملح. وتعالوا بقى الحاجة اللي هتخليها لكم أكنها مشوية على الفحم يا جماعة. معايا كده مية بصل ومية طماطم، ودي بقى بتخليها لك ريحتها في منتهى الجمال. ادي مية بصل ومية طماطم. تمام. هنديها رشة بقى من مية البصل ومية الطماطم. واخر حاجة بقى يا جماعة معلقة سمنة بلدي حلوة كده كبيرة، وتكوني مولعة الفرن ودخليها بقى تتحمر في قلب الفرن، هتديكي نتيجة في منتهى الجمال. ده بالنسبة للحمة الضانية يا جماعة. تمام. تطلع حلوة جدا معاكي وأكنك شويها بالظبط على الفحم. وممكن تحمريها بنفس الطريقة كده على البوتاجاز. طبعا بقلبها عشان البهارات والفلفل الأسود كلهم ياخدوا من طعم بعض كده. دخلتها بقى الفرن يا جماعة تتحمر كده على نار هادية. وادي الرز بتاعنا اللهم بارك استوى كده وطالع شكله في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى للصلصة بتاعتنا يا جماعة. هي كده اتسبكت وبقت تمام. تعالوا بقى نزودها شوية شوربة كده من اللحمة بتاعتنا. اهم حاجه ما تخليش الصلصه بتاعتك خفيفه، لازم أن يكون قوامها تقيل شويه. تمام. زي ما انتوا شايفين. شويه صلصه بقى يا جماعه كانوا قلبين ريحه الدنيا. ادي اللحمه بتاعتنا خلصناها واتحمرت كده في الفرن، كنت مولعه بقى فحمايه عشان تدينا طعم الشوي الحلو ده. ونروح مغطيينها كده. بجد احلى طريقه لحمه للحمه الضاني المسلوقه. تمام. تعالوا بقى اما نعمل شويه ملوخيه كده هو جنب الفته. طبعا الملوخية يا جماعة أنا في المخرطة بخرط فيها قرن فلفل كده يكون حامي شوية، وثلاث فصوص توم على حسب كمية الملوخية اللي انت بتعمليها. الملوخية بتاعتنا غسلينها كويس جدا ومصفينها من المية بالمخرطة بقى وخرطي. وأحلى تخريط للملوخية هو المخرطة. تمام. خرطيها كويس. وطبعا التوم الني ده بيديها طعم حلو قوي، تكة جميلة جدا هو وقرن الفلفل اللي سبايسي. تمام. خلصناها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنزل بالملوخية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى اما نضيف لها الشوربه بتاعتها. والشوربه دي يا جماعه لازم تضيفيها واحده واحده لحد ما تاخدي القوام المطلوب، لا هي خفيفه قوي عشان ما تسقطش منك، ولا هي تقيله قوي. تمام. القوام اللي تحسي ان فيها عرق كده بيشد معاكي. تمام. انا ضفت الشوربه كده على مرتين علشان اقدر اتحكم في قوامها زي ما انتوا شايفين. وطبعا يا جماعه القرن الفلفل الحامي ده مع الفصين الثوم الني وانت بتخرطي الملوخيه بجد بيخلوها جميله جدا. كده قوام الملوخية في منتهى الجمال. شوفوها عاملة بقى ازاي كده يا جماعة، ولها عرق وشكلها جميل جدا. تعالوا بقى اما نعمل الطشة بتاعتها. معلقة سمنة بلدي
واعملي حساب بقى انت ما تحطيش توم كتير وانت بتحمريه، لان احنا حاطين توم ني عشان ما يبقاش ريحته نفاذه قوي. ضفنا بقى التوم كده اهوت ونحمره كده، وننزل بمعلقه كزبره ناشفه، ودي اللي بتخلي الملوخيه معاكي في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين، تخليش التوم ياخد معاكي لون غامق قوي. انزلي بقى على الملوخيه كده وهي بتاخد اول غلوه، وروحي طافيه على الملوخيه بس. كده الملوخيه خلصت معانا، تاخدي احلى شويه ملوخيه بجد. وطبعا الشوربه يا جماعه احنا كانت متظبطه بقى بالبهارات والفلفل الاسود والملح، فكانت مش ناقصها اي حاجه. خلصنا كده الملوخيه زي ما انتوا شايفين، وشكلها وقوامها زي الفل. نيجي بقى للعيش اللي اتحمص وبقى زي الفل كده في الفرن. وادي الشوربه بتاعتنا برضو بتغلي كده، ناخد منها ونسقسق العيش، وبلاش تزودي شوربه كتير علشان العيش ما يعجنش معاكي. تمام. وكمان نجيب الصلصة بتاعت الفتة بتاعتنا، لازما برضو نرشش كده على على العيش بتاعنا، وياخد من طعم ايه؟ الصلصة. الصلصة بقى فيها الخل وفيها الثوم، فبجد بتخلي العيش في منتهى الجمال. لازما كل حاجة كده تتطعم. العيش لازما يتطعم بالشوربة والصلصة، وكمان الرز زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. تمام. طبعا العيش يا جماعة فيه قرمشة حلوة كده، ما هوش ملتوت معجون، فهو فيه قرمشة حلوة. ما تزوديش الشوربة كتير، واعملي حساب الرز كده وهو نازل سخن برضه هيدي طراوة كده للعيش. ننزل بقى بكمية الرز كده اهوت، زي ما انتوا شايفين كده بقى. وزعي الرز كده على صينية الفتة. كده وزعنا كل كمية الرز كده، وغطينا بقى العيش. ناخد بقى من الصلصة كده، وعلى وش الصينية بتاعة الفتة كده، وترششي بقى ايه؟ الصلصة دي. احلى صينيه فته، واسهل صينيه فته بجد ممكن تعمليها، ما بتاخدش اي وقت خالص، وبيطلع طعمها في منتهى الجمال. اهم حاجه تمشي كده هو تعالى التفاصيل دي، هيطلع معاك اللهم بارك صينيه فته طعمها تحفه. تعالوا بقى نجيب اللحمه بتاعتنا اللي كانت ريحتها خطيره بجد، اكنك بجد شويها على الفحم. تمام. رصي بقى اللحمه بتاعتك كده على وش الصينيه، وبجد احلى فطار ويشرفك في احلى عزومه، واسهل فطار كمان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو كده نال اعجابكم. نرص بقى كميه اللحمه كده اللي معانا. بس كان فطارنا النهارده سهل كده وبسيط جدا، بس بجد طعمه حلو جدا. كده خلصنا خلاص يا جماعه الفطار بتاعنا، وخلصنا احلى صينيه فته بتكات بسيطه جدا، تطلع معاكي احلى صينيه فته. وهو ده بقى كان فطارنا النهارده يا جماعه، بسيط جدا. وكمان عملنا بلح باللبن، بس طبقين ملوخيه والصلصه بتاعتنا. مفيش اسهل من كده فطار.